السلام عليكم. توضيح بسيط بس بخصوص اللي حصل في المناظرة بين الشيخ محمد سمير والشيخ ماجد الحميدي، وانا هتكلم في 3 نقط بس دول اللي يخصوني في المناظرة. اول نقطة زي ما قلت في اول المناظرة، انا منسق للحوار او منظم للوقت بين الطرفين، يعني المفروض ما يكونش ليا علاقة بالطرفين الا تنظيم الوقت بينهم وبس. علشان كده ما كانش ينفع اقاطع اي حد من الطرفين الا في حالتين: اما انه يكون تجاوز الوقت فلازم انبهه، يعني بقاطعه عشان انبهه ان الوقت بتاعه خلص، او ان الطرف التاني يقول ان هو خرج عن الموضوع فانا ببلغه واقول له ارجع لموضوعنا تاني. وكنت احيانا اسيب الوقت شويه علشان اللي بيتكلم يكمل فكرته ويوصلها للناس، لان الهدف كان اظهار الحق مش موضوع حلبة مصارعه وعايزين يشوف مين اللي هيكسب. النقطه التانيه بقى موضوع صوت الشيخ محمد سمير كان واطي وصوت المايك بتاعي كان مفتوح وكان بيشوش عليه. اولا صوت الشيخ محمد سمير بالنسبه لي كان مسموع كويس جدا كمان، فما كنتش اعرف ان صوته واطي بالنسبه للمتابعين، ودي كان المفروض ينبهنا ليها المتابعين، يقولوا لنا او يعرفونا ان صوت الشيخ محمد سمير واطي شويه عن صوتنا. وموضوع ان المايك بتاعي كان مفتوح وكان بيشوش على صوت الشيخ محمد سمير بتقليب صفحات او حاجه زي كده، فده كان شيء غير مقصود على الاطلاق. ومع ذلك انا اتصلت بالشيخ محمد سمير واعتذرت له برضو عن الموضوع ده، عن موضوع فتح المايك وان الصوت كان فيه تشويش عليه وكان صوته واطي، وبلغته ان الموضوع كان غير مقصود على الاطلاق. والراجل جزاه الله خيرا قال لي انا متأكد من حاجة زي كده وكان متفهم للموضوع. النقطة الثالثة بقى والأخيرة، وهي رسالة للشيخ ماجد الحميدي. انت قلت اننا بنقطع عليك الصوت علشان كده انت مش سامع صوت الفيديو اللي بيشتغل. ما بسمعش اي حاجة. هو بيقفل الصوت يا اخو، بيقفل وبيفتح عندي، هو اللي بيقفل اهو عشان ما حدش يقول. شوف بيقطع بمزاجه. يا شيخ وليد، انا ما بسمعش شيء، انا ما بسمعش شيء، بلاش تدليس، انا ما بسمعش شيء. شوف بيقفل عليا برضه. والله انت قافل السمع. هو كده سامع يا شيخ ماجد؟ فين يا شيخ؟ انا عندي التسجيل اهو، انتوا قاطعين عليا، مفيش ولا تسجيل سمعته. مسجله عندي عشان ما حدش يقول تدليس، انتوا بتقفلوا عليا المقاطع، قافلين عليا المقاطع والله. وارجع عندي البث. مبدئيا انا بتحكم في المايك بتاعك مش السماعه اللي انت بتسمع منها، يعني ممكن وانت بتتكلم اكتم الصوت واخلي مفيش حد يسمعك، لكن ما ينفعش اكتم صوت الفيديو اخلي الناس تسمعه وانت ما تسمعوش، لان ده عندي مستحيل ان انا اكون مشغل فيديو للناس وليك انت لا. فلو انا بعرض الفيديو وبكتم الصوت فيه كان هيتكتم على كل المتابعين والمشاهدين. ونقطه مهمه جدا برضو في الموضوع، فرضا ينفع اكتم عليك الصوت انك ما تسمعوش، او الشيخ محمد سمير ينفع يكتم عليك الصوت وما تسمعش، طب هجيب الفيديو واشغله ليه اصلا؟ ونقطه مهمه تاني، صوت الفيديو بيطلع من نفس المكان اللي بيطلع منه صوتنا، يعني طالما حضرتك سامع صوتنا كده يبقى لازم تسمع الفيديو كمان. فده كان اتهام باطل من الشيخ ماجد، لانه قال اننا اللي بنقطع عنه، ما اكتفاش انه يقول انه مش سامع بس، وده ورب الكعبه ما حصل. لو كنت قلت انك مش سامع بس او الصوت ما بيوصلكش كنت سكت وما كنتش طلعت اتكلمت اصلا. وده اللي كان في نيتي قبل المناظره، اني مش هطلع ولا اعلق على اي حاجه هتحصل فيها، لكن كلامك ده فيه اتهام لا اقبله. وفي النهايه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.